جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، جئت أعلن إيماني وإسلامي، ولكن في صدري أسئلة تؤرقني. ثم قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا قد ارتكب ما في الأرض من الذنوب والآثام، هل توبة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسأله عن ذنبه: من تاب توبة نصوحا وجد الله غفورا رحيما. ولم يزل الرجل يعيد السؤال كأن الشك لا يزال يسكن قلبه، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو بلغت ذنوبه ما بين السماء والأرض؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإن بلغت ما بين السماء والأرض. فاضطرب الرجل وقال بصوت يرتجف: يا محمد، أول كان ذلك الرجل هو قاتل أسد الله حمزة. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم وحشية تغير وجهه وسكن صوته، إذ كان حزنه على عمه حمزة رضي الله عنه حزنا لا ينسى. فهب بعض الصحابة ووضعوا أيديهم على أغماد سيوفهم ينتظرون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشي الرجل أن يكون قد أوقع نفسه في الهلاك، فالتفت مسرعا يريد الانصراف، وما إن خرج من الباب حتى نزل جبريل عليه السلام من السماء مسرعا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من رب العالمين تعالج هذا الموقف وتفتح باب الرجاء لكل مذنب. وكانت الآية بما تحمل من رحمة ومغفرة